السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسلام دايما. بصوا، قبل ما ابدا الفيديو انا عايزه اسالكم سؤال بصراحه كده. هو في واحده فينا مش بتحس انها خلاص تعبت؟ مش بيجي عليكم وقت تقولوا فيه انا مش قادره اكمل، انا خلاص طاقتي خلصت؟ خصوصا في موضوع التربيه، يعني مش مجرد تعب عادي، لا، ده تعب نفسي وتفكير وضغط طول الوقت. تحس انك طول اليوم بتدي ايوه، ومفيش لحظه تقفي فيها تاخدي نفس. حتى الاصعب بقى انك تبقي عارفه الصح وعايزه تعملي ايه، بس وقت الغضب مش بتقدري انك تتحكمي في نفسك. مره تزعقي، مره تندمي، مره تقولي انا مش كده، انا ليه عملت كده؟ والدايره دي تفضل تتكرر وتتعبي اكتر وتحسي بتقصير ويمكن جلد ذات كمان. انا شخصيا مريت بالإحساس ده، ويمكن لحد دلوقتي بمر بيه في مواقف كتير. بس الحقيقة اللي اكتشفتها إن الصبر مش حاجة ممكن نصحى نلاقيها عندنا فجأة، مش زرار بندوس عليه فنهدى. الصبر محتاج تدريب، محتاج وعي، محتاج كمان إننا نكون رحماء بنفسنا شوية. عشان كده فيديو النهاردة مختلف شوية. مش هقولك اعملي كذا وخلاص، لا، انا هشاركك حاجات انا بجربها بنفسي، وحاجات فرقت معايا فعلا وخلتني اهدى حتى لو بنسبة بسيطة. وهقولك كمان على فكرة خطيرة جدا، ممكن تكون هي السبب الحقيقي في انك بتنفجري فجأة من غير ما تاخدي بالك اصلا. ولو فهمتي النقطة دي هتفرق معاكي جدا في يومك كله، مش بس في التربية. فخليكي معايا للنهاية، علشان في الاخر هقولك حاجة بسيطة جدا بس ممكن تغير طريقتك مع اولادك تماما. يلا نبدأ بقى ونفهم سوا نجيب الصبر منين. انا عارفة الاحساس اللي بيجي في لحظة معينة تقولوا فيها انا مش قادرة خلاص، انا تعبت من التربية دي. الاحساس ده مش معناه انك ام وحشة، بالعكس ده بيجي غالبا من كتر ما انك بتحاولي، من كتر الضغط اللي عليكي. اصعب حاجة فعلا في التربية هي الصبر، مش الاكل، مش المذاكرة، مش تنظيم اليوم، لا، الصبر. انك تفضلي هادية وانت متعصبة، تتكلمي بهدوء وانت من جواكي مولعة. وده اللي خلاني افكر هو الصبر ده بيجي منين اصلا. مرة كنت بتفرج على فيلم وكان فيه راجل عنده غضب شديد جدا، لدرجة انه كان ممكن يأذي اي حد قدامه. وفي الاخر راح لمعالج نفسي وقال له انا مش عايز ابقى كده، انا عايز ابقى اهدى، شيل الغضب ده من جوايا. رد الدكتور كان صادم شوية، قال له هو مش تعويذة هتتعمل، ومفيش حاجة اسمها هسحب الغضب من جواك، انت لازم تشتغل على نفسك وتتمرن علشان تبقى اهدى. الكلام ده خلاني افهم حاجة مهمة جدا، ان الهدوء ده مش هبة، ده تدريب. وده نفس اللي اتقال في الدين لما النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه انما الحلم بالتحلم ومن يتصبر يصبره الله. يعني ايه؟ يعني الصبر بيجي بالمحاولة، انك تحاولي تصبري حتى لو مش قادرة، ومع الوقت ربنا بيساعدك. طب نعمل ايه بقى؟ ازاي نبدأ نهدى؟ اول حاجة بعملها اني بفكر نفسي ان ربنا شايفني. في اللحظة اللي انا متعصبة فيها والصوت العالي والدنيا متلخبطة، بفتكر ان ربنا شايفني دلوقتي والملايكة بتكتب انا بعمل ايه. هل انا بظلم ولادي؟ هل انا بطلع فيهم غضبي من الدنيا؟ الفكرة دي لوحدها بتفرق جدا، بتخليني اهدى غصب عني واحاول اتصرف بطريقة ترضي ربنا. تاني حاجة الدعاء. لما بتزنق جدا ومش عارفة اعمل ايه بدعي وبقول لنفسي انا مهما عملت التربية مش بشطارتي، الهداية من عند ربنا، واحط خط تحت الجملة دي. فبدل ما افضل اتوتر واضغط على نفسي بسيبها لله شوية. تالت حاجة مهمة جدا ان افهم دوري الحقيقي. انا مش ضابط، مش دوري ان اراقب واعاقب وخلاص، انا مربية ومعلمة. هدفي مش ان الحاجة تتعمل وخلاص حتى لو على حساب نفسيته، انا عايزة اعلمهم، والتعليم بياخد وقت. يعني طبيعي يغلطوا، وطبيعي ان اكرر الكلام، وطبيعي الموضوع ممكن يطول. بس لما بحط ده في دماغي بتعامل بهدوء اكتر. ومن الحاجات اللي فرقت معايا جدا كمان يا جماعة، ان بقيت الاحظ نفسي قبل ما انفجر. يعني ايه؟ يعني بدل ما اوصل لمرحلة الزعيق العالي جدا، ببدأ اخد بالي من العلامات اللي قبلها. الصوت بيعلى، الأوضة بتتبهدل، إحساس إننا هنتأخر، توتر بيزيد. الحاجات الصغيرة دي لو سبتيها تتراكم هي اللي بتعمل الانفجار الكبير. فبقيت ألحق نفسي بدري قبل ما أوصل لمرحلة معرفش فيها أتحكم على نفسي. ومن أهم الحاجات برضو اللي أخدت بالي منها إن حطيت لنفسي حد. الصوت العالي لا، حتى لو جوايا عايزة أزعق بمسك نفسي، أقرب من ابني وأتكلم بصوت واطي بس حازم. والله يا جماعة الصوت الهادي الحازم تأثيره أقوى بكتير من الزعيق. الزعيق بيخليهم يقفلوا، لكن هدوء بيخليهم يسمعوا. جربوا كده هتلاحظوا الفرق بنفسكم. كمان عايزة أقول لكم إن من الحاجات المهمة جدا إن بقيت
افصل بين احساسي ورد فعلي. يعني ايه؟ يعني انا ممكن ابقى متعصبة جدا، بس مش لازم اتصرف وانا متعصبة. بدي نفسي كام دقيقة، بمشي من المكان، بقول استنى، مش لازم ارد دلوقتي، اخد نفس، اهدى، وبعدين ارجع اتصرف بعقل. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده لما قال اذا غضب احدكم فليسكت. السكوت هنا مش ضعف، دي قوة. من الحاجات كمان اللي اكتشفتها ان التعب بيخلينا نغضب اسرع، زي الاطفال بالظبط. لما الطفل يكون تعبان بيبقى عصبي وصعب، احنا كمان كده على فكرة. فلما بلاقي نفسي تعبت باخد بريك، حتى لو بسيط، حتى لو نص ساعة، الدنيا مش هتقف. كمان الرياضة فرقت معايا جدا، مش لازم جيم، انا بعمل تمارين في البيت نص ساعة وبمشي شوية، بتفرق جدا في النفسية. ومن الحاجات اللي غيرت تفكيري كمان اني بقيت افكر لقدام. يعني ايه؟ يعني ممكن ازعق دلوقتي واخليهم يسمعوا الكلام فورا، بس بعدين هيتعودوا على الخوف مش الاحترام. علاقتي بيهم هتتأثر، وطريقتهم معايا بعدين هتبقى زي طريقتي معاهم، خصوصا لما يكبروا. وبيجي وقت المراهقة، الوقت اللي مفيش فيه ضرب ولا زعيق بينفع. ساعتها مش هيبقى معايا غير حاجة واحدة بس، هي علاقتي بيهم. لو العلاقة كويسة هيسمعوا، ولو لا هيتعبوني ويتعبوا نفسهم. عشان كده كل موقف دلوقتي استثمار في المستقبل. كمان عايزة اقول لكم ان من الحاجات اللي بحاول اعملها دايما انه احسن الظن بولادي. مش كل حاجة يعملوها يبقى عناد او قلة ادب، اوقات كتير بيبقوا تعبانين او زهقانين او محتاجين اهتمام، ولما ببص لهم بالنظرة دي بهدى. كمان عايزاكم تفتكروا حاجة مهمة جدا، اولادنا بيقلدونا يا جماعة، طريقتنا، كلامنا، اسلوبنا هيبقى اسلوبهم بعد سنين. فاسألي نفسك كده، هل انا حابة ان اشوف نسخة مني بعد 20 سنة؟ لو الاجابة لا، يبقى لازم ابدأ اغير من دلوقتي فورا. فهمتيني؟ عايزة اقولك كمان حاجة من قلبي، طالما انت سمعتي الكلام ده وبتحاولي، يبقى انت ام كويسة. مش لازم تبقي ام كاملة، مش لازم تنجحي كل مرة، كفاية انك بتحاولي. خدي خطوات صغيرة، واحدة واحدة، استعيني بالله. كل مرة تقعي قومي تاني، واستحملي واصبري، علشان في الاخر انت مش بس بتربي ولادك، انت كمان بتربي نفسك معاهم. لاننا مش ملايكة، بنغلط وبنضعف وبنزعق اوقات، بس الفرق الحقيقي اننا نفضل نحاول. كل مرة تمسكي نفسك فيها، حتى لو مرة واحدة بس في اليوم، دي خطوة كبيرة جدا. وكل مرة تعتذري لولادك لما تغلطي مش عيب، انت كده بتعلموه حاجة اهم من اي درس، بتعلميهم الرحمة والاحترام والحب الحقيقي. افتكروا دايما ان ولادكم مش محتاجين ام مثالية، محتاجين ام بتحبهم وبتحاول علشانهم. ولو خدتوا من الفيديو ده حاجة واحدة بس، خلوها دي: اهدوا وخدوا نفس قبل اي رد فعل. الدنيا مش مستاهلة نخسر فيها أعصابنا، ولا نخسر فيها علاقتنا بأقرب ناس لينا. ربنا يديكم الصبر ويبارك لكم في أولادكم، ويجعل تعبكم ده كله في ميزان حسناتكم. ولو الفيديو لمس قلبك اكتبي لي في الكومنتات، هحاول علشان نفكر بعض دايما إننا مش لوحدنا. وما تنسيش اللايك والشير علشان نوصل لكل أم محتاجة تسمع الكلام ده. أشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.